السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم ميرفت رمضان من قناة كروشيه ميرو. النهارده هنعمل مع بعض ايس كاب حريمي بغرزة سهلة بسيطة اوي، مش هياخد منك وقت في تنفيذه خالص. عشان ننفذ الايس كاب بتاعنا ده ان شاء الله هنحتاج لايه؟ هنحتاج لمازورة، هنحتاج لابرة تنظيف، هنحتاج للمقص والخيط طبعا اللي موجود عندك تشتغلي بيه، اي خيط عندك متاح. وانا هشتغل بابره 4.5 مناسبه للسمك بتاع الخيط اللي انا هشتغل بيه. اي خيط عندك موجود اشتغلي بيه. هنسمي الله كده بالشكل ده. هجيب الخيط بتاعي بالنسبه للبنات المبتدئه، هنعمل عقده البدايه سهله كده بالشكل ده. بصوا، وهدخل الابره كده واسحب الخيط بالشكل ده. تمام. هرتفع بقى بالسلسله بتاعتي، مش شرط العدد، المهم الايه عدد مش شرط العدد، المهم احنا نشتغل بالسنتيمتر. تمام. نبدأ نقيس يا حبايبي المقاس بتاعنا كده ونشوفه. هيطلع 26 سنتي بالنسبة للمقاس بتاعي اللي انا هشتغل عليه. طبعا اكتر من 26. هنبتدي ايه نعلم كده اهو ونفك الغرز اللي ايه الزيادة دي اهي لحد كده 26، ارتفاع 26 سنتي اهو يا حبايبي. تمام. هاجي بقى هشتغل، هرتفع سلسلتين ارتفاع بعد 26 سنتي والف الخيط على الابره وهدخل في اول غرزه عندي بالشكل ده. هدخل هنا كده اهو واعمل غرزه عمود او غرزه نص عمود بالشكل ده. هلف الخيط على الابره والغرزه اللي بعدها هعمل فيها نص عمود، هلف الخيط على الابره واشتغل نص عمود في كل غرزه من الغرز بتاعتي دي. انا هشتغل فيها نص عمود بالشكل ده لحد ما اوصل لاخر السطر، ويبقى بالشكل ده. عندي الغرزه بتاعتي هتبقى بالشكل ده. هخلص السطر وارجع لكم تاني. خلصت يا حبايبي السطر اهو بقى بالشكل ده اول سطر، وهعمل معاكم اخر غرزه فيه. هلف الخيط على الابره وهدخل اعمل نص عمود واخرج من الثلاث حلقات مره واحده وارتفع سلسله 2 والف الشغل كده بالشكل ده. الف الخيط على الابره هشتغل في الحلقه الخلفيه اهو. هنا عندنا الحلقتين دول اهي الباك لوب والفرونت لوب، دي الحلقه الاماميه ودي الحلقه الخلفيه، فانا هشتغل في الحلقه الخلفيه. تمام. الف الخيط على الابره وهدخل كده واروح داخله سحبه الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده. الف الخيط على الابره وهدخل كده اسحب الخيط واخرج منهم كلهم مره واحده كده بالشكل ده. طول السطر هنشتغل غرزة نص عمود في الحلقة الخلفية. وصلت يا حبايبي لنهاية السطر اهو بقى بالشكل ده. الغرزة عندي هشتغل برضو في الحلقة الخلفية الغرزتين اللي فاضلين اهو. اجي كده ادخل واشتغل في الحلقة الخلفية والف الخيط على الابرة وهدخل في الحلقة. في الغرزة الأخيرة بقى يا حبايبي مش هنشتغل في الحلقة الخلفية، هنشتغل تحت الايه تحت الحلقتين بالشكل ده. عشان دايما في الغرزة الأخيرة بتاعتنا نشتغل فين؟ تحت الايه تحت الحلقتين وارتفاع سلسلة ادي 2 والف الشغل. هشتغل برضو في اول غرزة معايا اهي الحلقة الخلفية، تاني غرزة معايا الحلقة الخلفية، تالت غرزة بالشكل ده، رابع غرزة، وهكذا هفضل ماشية كده
غرزة جنب غرزة في كل حلقة من الحلقات بتاعتي. هشتغل في الايه، في الحلقة في كل غرزة من الغرز بتاعتي هشتغل في الحلقة الخلفية بالشكل ده. بس يا حبايبي خلصت كده السطر اهو، وهاجي برضو في الحلقة تحت الحلقتين في السطر الاخير في الحلقة الاخيرة اروح داخلة كده وسحبة الخيط واعملها في الحلقة دي وارتفع سلسلتين بالشكل ده. ودي شكل الغرزة بتاعتي بعد ما ايه، بعد ما خلصت نهاية السطر. وهلف الشغل وبرضو هشتغل في الحلقة الخلفية بنفس الطريقة كده، وهفضل رايحة جاية بالسطور لحد ما ارتفع بالسطور بتاعتي اهو. هفضل رايحة جاية كده بالشكل ده بغرزة عمود، نص عمود في الحلقة الخلفية السطر بتاعي اهو. بس يا حبايبي هفضل رايحة جاية بالسطور لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه، وبعدين هرجع لكم تاني عشان نقفل مع بعض الايس كاب. رجعت لكم يا حبايبي وارتفعت بالسطور وعملت 49 سطر لحد ما وصلت، وهقيسها برضو بالمزورة عشان تبقوا عارفين المقاس بتاعكم هيبقى ازاي. انا عندي عامل 51 سنتي المقاس بتاعه، طبعا من غير ما امط الايه البليسيه بتاعي ده، من غير ما امطه عامل 51. وده بالنسبه لي المقاس ده كده مظبوط. لو انت عايزه ازيد من كده، هو بالنسبه للمقاس الحريمي من 52 ل 55 سنتي العرض بتاع الايه بتاع الايس كاب كده تمام. والارتفاع بتاعه 6 والمفروض يبقى 26. انا بالنسبه لي ده المقاس ده كده ايه مظبوط. احنا كده كده بننقص شويه، بننقص نمرتين او حاجه او 3 سنتي عشان خاطر الكروشيه بيريح تمام. خلاص احنا كده بقى ايه اخر سطر معايا. هفصل الخيط واخد جزء كده عشان اخيط بيه الايس كاب بتاعي. اخر حاجه عندي اهي، اخر حاجه عندي انا كنت مرتفعه بسلسله عشان خاطر اسحب الخيط بالشكل ده عشان اقفل الشغل بتاعي يبقى مظبوط. هلضم الابره، ابره التنظيف العاديه كده، واشوف بقى ايه الشغل بتاعي. لو انتي موصله الخيط ولا حاجه تخلي بالك، تخلي ايه الجزء اللي متوصل يبقى من جوه تمام. هاجي هنا اهو، هدخل كده بصوا انا كده خلاص فصلت الخيط. هدخل كده في الايه فتحات بتاعتي دي كده بالشكل ده اهو. هدخل في الفتحات دي كده بالشكل ده واسحب الخيط. بدخل في الفتحات دي كده اهو بالشكل ده.
كده انا دخلت الخيط بتاعي في كل الايس كاب من فوق في الغرز اللي هي على الحرف دي، وابدا كده اروح لما الخيط ده بتاعي اهو عشان خاطر اضيقه بالشكل ده، وهاجي هنا في اول غرزة عندي، اول سطر عندي من الناحية دي، واروح داخلة كده واروح مجمعة شد الخيط جامد عشان خاطر اقفل على اقفل الايس كاب بتاعي من وضايق الغرز بتاعتي من فوق بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. برضو هرجع اعيد عليها تاني اهو عشان خاطر اقفلها كويس برضو بالشكل ده. ونشد كويس عشان تعدي معانا تقفل معانا. هعدي الخيط برضو كده لحد ما اوصل برضو للنقطة اللي انا انتهيت عندها. بصوا كده ده اخر السطر عندي اهو. تمام، هاجي كده اهو اروح عامله عقده بس عشان خاطر اثبت الخيط بتاعي بس في الجزء ده كده اهو عشان خاطر بس. هبتدي بقى اروح قلبه الشغل كده بالشكل ده. طبعا انا انا خيطت الخياطه من هنا، هقلبها بقى كده عشان يبقى عندي وش وعندي ظهر. تمام، بعد يا حبايبي لما لميت الجزء ده كله مع بعضه كده، هبتدي بقى اخيط الشغل بتاعي واقفل الايس كاب من هنا. الحرف بتاع بتاع السطر اهو من الناحيه دي ومن الناحيه دي. هنخيط ازاي اهو. هاجي هنا اهو، بصوا اول غرزه عندي اهي الحلقه الخلفيه اهي بالشكل ده. هاخد الحلقه الخلفيه من هنا اهو، وهاجي عند الغرزه اللي قبالها من الناحيه التانية، واروح واخده الحلقه الخلفيه من الناحيه التانية بالشكل ده. وهاجي بعد كده اروح واخده برضو الحلقه من هنا الاماميه مع الحلقه الخلفيه من الناحيه دي بالشكل ده اهو كده. الحلقه الخلفيه مع الحلقه الاماميه من الناحيه التانية. المهم ان احنا هنخيط عكس بعض، يعني ناخد من هنا الحلقه الخلفيه، ناخد من الناحيه التانية الحلقه الاماميه. تمام، هاجي كده اهو بالشكل ده، وهنا اهو اهو هدخل كده، وبعدين اخد الجزء ده كده معايا بالشكل ده. اخد الغرزة اللي بعديها على طول، اخد كده الغرزة دي مع دي اهي الغرزة بتاعتي اهي. اخد الغرزة دي كده مع الغرزة التانية، هي مش باينة، متبقاش باينة من الناحية دي عشان خاطر اول السطر الغرزة بتاعتي مش بتبقى واضحة قوي. اول سطر الغرز بتاعتي مش واضحة قوي، فبصوا اهو. وهاجي هنا اهو الحلقتين اخد حلقة منهم، والحلقة اللي بعدها نفس الطريقة اهو.
بس يا حبايبي كده انا قفلتها كلها اهي. هعقد بقى الخيط بتاعي بالشكل ده، وهدخل كده هقلب الشغل عشان خاطر ادخل ايه، انضف الخيط، ادخله في وسط الشغل باي طريقه. وقصت الخيط بقى خلاص كده، انا خلصت كده. هقلب الشغل، ده شكل الايس كاب بتاعي، هيبقى بالشكل ده. ناقص بقى نعمله ايه، نعمله كرة البونبون بتاعته. نعملها ازاي كرة البونبون؟ وطبعا ايه، نخلي الخيط دي طبعا اكيد هتبقى من ورا كده بالشكل ده اهو. هنعمله بقى الكرة بتاعت البونبون ونقفلها. هعمل يا حبايبي كرة البونبون بتاعت الايس كاب بقى ازاي. هجيب ايه، يا اما لو عندك كرتونة او اي حاجة تعملي عليها، انا هعملها على ايدي، بس هكتر عدد اللفات كتير عشان خاطر بس ايه تبقى فيها كثافة. بصي يا حبايبي انا عملت ايه، يعني عدد لفات حوالي 120 لفة كتير عشان خاطر تبقى ايه، تبقى فيها كثافة كده. وهفصل الخيط بتاعي، وهاجي هنا اروح ايه واخده جزء كده، جزء من الخيط وهتنيه بالشكل ده حوالي متر مثلا. هعمله كده اهو، انا تنيته اهو، وهدخله كده عشان افصل الخيط من ايديا. هدخله كده اهو بالشكل ده عشان اخلع الخيط اهو بالشكل ده. تمام. وخليني ماسكه برضو لحد ما اربطه واعديه من الناحيه التانية تاني اهو بالشكل ده. اروح رابطه الخيط جامد عشان ما يفلتش مني اهو. واحاول ان انا برضو ايه، احاول اوجد مكان لنفسي كده عشان اعديه من الناحيه التانية عشان ايه اثبت عليه برضو اكتر اهو. هعدي الفتله دي كده اهو معايا من ناحيتي. تمام اهي. والتانية العكس من الناحيه التانية بالشكل ده. هنيجي هنا بقى كده هنروح رابطين جامد. بس انا كده ايه اكتفيت بالربطه دي. تمام. هاجي بقى هفتح ايه، هفتح الدايره اللي انا عملتها دي، هفتح الخيط بتاعي بالشكل ده. الاول افتحه وبعد كده ايه ابدا اسويها بالشكل ده. الاول افتح كده الخيوط بتاعتي دي كلها وبعدين ارجع اسويها اهو بالشكل ده. انا فتحت اهو، وعندي الفتلتين اللي انا رابطه بيهم دول طوال عن ايه، عن مقاس الايه الكوره بتاعتي اهو. هاجي كده اهو، اروح واخده الايه، واخده الكوره كده واروح قصه مسويه
طبعا عشان كمية الخيط كبيرة فالايه فالقص يعني بيغلب شوية. وافضل افرط فيها كده اهو بقى، كل شوية اساوي كل شوية اساوي لحد ما ايه، لحد ما تتظبط معايا بالشكل ده. طول ما انا شايفة فيها حتت طالعة وحتت نازلة كده مش هينفع، لازم ان احنا نظبطها كلها تبقى ايه، تبقى متساوية. يعني على قد ما نقدر ندورها كده اهو، الفتل اللي طالعة دي كلها لازم تتشيل بالشكل ده. او ممكن لو انتي مش عايزة تعملي الكرة بتاعت البونبون دي، ممكن تجيبي لها كرة فرو جاهزة وتركبيها عادي زي ما تحبي. ده بيرجع بقى لذوقك. اهو بصوا يا حبايبي بقت عاملة ازاي. هركبها بقى، وبرده ايه لو فيها محتاجة مسوية برضو هسويها مفيش مشكلة. هنيجي هنا اهو في الفتحة اللي احنا ايه لسه عاملينها دلوقتي، اللي احنا كنا مخيطين فيها، اهي الفتحة اللي في النص دي كده اهو. هاجي هسحب فتلة من الناحية دي، بصوا انا معايا ايه 2 و2، هسحب واحدة من الناحية دي بالشكل ده لجوه لجوه كده اهي، وقبلها برضو اروح سحبة الفتلة ايه التانية الناحية التانية كده في الجنب التاني من الايس كاب، اروح سحبة برضو اروح سحبة الفتلتين دول برضو معايا لجوه. جبت الفتلة من هنا ومن هنا اهو، واربط جامد بالشكل ده، اربطها جامد كده عشان ما تتفكش مني. وهرجع بقى ايه الضمها في الابرة بتاعت التنظيف بتاعتي، الفتلتين دول لوحدهم ودي لوحدها دي لوحدها ودي لوحدها، هرضمها كده بالشكل ده. وهاجي اروح مدخلها فين، اروح مدخلها كده واعديها لبره تاني بالشكل ده، اعديها كده اهو. وبعدين اروح مدخلاها في وسط الايه، في وسط الخيوط بتاعتي دي اهي. هاجي هنا بالشكل ده، وبعد كده ايه ارجع اسويها بقى، وهرجع اعمل التانية نفس الايه نفس الحكاية، هعديها برضو الناحية التانية وادخلها في وسط في وسط الكرة. ادي الايه الخيط ده والتاني اهو هنسويه حبايبي كده اهو. شكل الكرة بعد ما عملناها هاجي كده اهو ألمها كده بالشكل ده كده، هحاول ان انا اضمها كده على بعضها، وهسوي بس الحاجات الاطراف البسيطة بتاعتها دي كده على قد ما اقدر كده. مثلا كل الحروف اللي باينة دي بنسويها كده بالشكل ده عشان تديني ايه
بالشكل النهائي بتاعها اهو. بصوا يا حبايبي كل لما بنسويها بتتظبط ازاي وبتبان شكلها اهو. وبكده اكون خلصت يا حبايبي الايس كاب بقى بالشكل النهائي بتاعه ده اهو اهو. لو انت عايزاه اطول من كده يتني هتزودي في الطول بتاع السلسله في الايه في بدايه الشغل خالص، بتعملي حساب التانية بتاعتك. انما انا عاملاه على اساس ان هو مش هيتني، انا عاملاه 26 سنتي، بس ان انا مش هتنيه، هيتلبس على نفس الوضع بتاعه ده اهو. شايفين بسيط ورقيق خالص، وتنفذيه مش هياخد منك اكتر من ساعتين 3 بالكتير، ومش هياخد وقت منك خالص. ولو وصلتي معايا بقى للنقطة دي في الفيديو ما تنسينيش في اللايك بقى والشير وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.